أبو العبد الشمالي مراسل شبكة سوريا نيوز. السلام عليكم أستاذ أبو العبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. إذا تتواصل الاشتباكات، وكانت الأعنف اليوم على جبهة مخيم حندرات بمحاولة من قبل عصابات التقدم على هذه الجبهة لقطع طريق الإمداد على حلب القديمة. أيضا أنباء عن قيام عصابات الأسد بشن حملة اعتقالات في المناطق التي يسيطر عليها. طبعا هذه حملة الاعتقال لمختلف الأعمار بحجة سبقهم إلى الخدمة الإلزامية والكبار في السن ليلتحقوا في صفوف ميليشيات الجيش اللاوطني. نعم تفضل. نعم. استطاع الثوار اليوم قبل عدة محاولات سبقت قوات النظام المدعومة بالميليشيات الشيعية الأفغانية والإيرانية من محاولتهم اقتحام مخيم حندرات، حيث استطاع الثوار قتل عدد عناصر النظام والآخرين إثر استهدافهم بقذائف مدافع الهول ومدافع جهنم. وفي نفس السياق استطاعت كتيبة القناصين التابعة للجبهة الشامية لانقنص عدد من عناصر النظام على هذه الجبهة، جبهة تبريد. وفي كل يوم يتم قنص عدد من عناصر النظام، حيث تعتبر هذه الجزرية من التكتيكات الجزاء التي يعتمدها الجيش الحر، وخاصة بعد تشكيل الجبهة الشامية، إذ أن المنطقة هذه بشكل مشكلة وملتهى، لأنهم يريدون محاولة الثوار قطع طريق الإمداد الواصل ما بين المدينة الصناعية وما بين السجن المركزي المرتبط أيضا بجبهة حندرات وسيفات ومخيم حندرات، حيث استطاع منذ أيام الثوار من تحرير مخيم حندرات وتحرير المعامل الموازية لمخيم حندرات، وبالانتقال إلى الاشتباكات في مدينة حلب أيضا، اشتباكات بين الثوار عناصر في محيط قلعة حلب وأحياء حلب القديم، حيث استطاع الثوار من رفض تحركات القوات لعناصر النظام في منطقة حلب، وتم قنصهم واستهدافهم بقذائف المدفع وقذائف مدفع جهنم. وكذلك الثوار في حي صلاح الدين استطاعوا من استهداف أماكن تمركز النظام في حي صلاح الدين بعدد قذائف جهنم، وصعوا ولله الحمد تحقيق إصابات مباشرة في صفوف عناصر وبالانتقال إلى جبهة جمعية الزهراء. ويوم أمس تحديدا دارت اشتباكات قرب فرع المخابرات الجوية في جمعية الزهراء في الأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة، واستطاع الثوار من قتل عدد من الميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية للنظام من شبيحة وغيره. نعم، بالنسبة لموضوع التنظيم والإعلام أخي الكريم، وردنا عاد منذ قليل أن الجيش الحر ووحدات الحماية الكردية يصلون إلى الكازية بعد قرق بعد معارك مع تنظيم الدولة كما أفادت به ناشطون، ولم يتسنى لنا التأكد من هذا الخبر. أما عن الأخبار التي تتوارد منذ أيام حول قيام تنظيم الدولة بالانسحاب من ريف حلب الشمالي، فهذه الأخبار الآن غير مؤكد أن التنظيم يقوم بحفر الخنادق والتحصينات في ريف حلب الشمالي على محور مارس المالك، بالإضافة إلى محور صوران وقرية العديد. ناقي أيضا بعد 4 أعوام من المجازر الآن في مستورة والأمم المتحدة هناك تصريح أن المعتوه بشار هو جزء من الحل في سوريا. ما رأيكم وأن الثوار عرب، ما رأيكم بهذا التصريح؟ نعم أخي، بالنسبة لتصريحات بمستورة وكل المبادرات التي يقوم بها لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام المتهالك والمتهاوي فنحن نرفضه، وقد رفضه الثوار في المبادرة الوقت في مدينة حلب. فمدينة حلب تشكل العصب الاقتصادي بالنسبة للنظام. حاول جدا النظام إعادة تشغيل المعامل بالمناطق التي يسيطر عليها ويضع ثقله في هذه المدينة، لأنها تعتبر بالنسبة للنظام كمدينة حلب استطاع الثوار تحريرها منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات،
تحرير نسبة 70% من مدينة حلب، وأنه يستطيع السيطرة عليها مرة أخرى، وبإذن الله لن يستطيع السيطرة عليها. ولا زالت الثوار تقوم بكل العمل والقتال على كافة الجبهات، من الرموسة إلى صلاح الدين إلى العامرية إلى كل الجبهات حتى حلب. فالثوار ثابتون على مواقفهم بقص أي مبادرة أو برفض أي اقتراح أو برفض كل ما يجول ويحاط ضد الثوار، فهو مرفوض من ضرر أحدا، ولا يستطيع أي أحد أن يفرض علينا إملاءات من الخط. نحن هنا لأجل الرية لأجل الإقامة، ولا نريد أن نعود إلى الظلم وتسلط النظام وإن كان في شكل آخر. نعم. نعم أبو العز الشمالي مراسل شبكة سوريا نيوز، كنت معنا من مدينة حلب الشهباء، شكرا جزيلا لك، ونسأل الله الثبات لمجاهدينا على جبهات العامرية ونبل والزهراء والحامدية، عفوا ونبل والزهراء وكل الجبهات. إن شاء الله يكون هناك نصر في الأيام القادمة. مجاهدينا وأسود جبهة النصرة توعدوا مرتفعة الأيدي إن شاء الله في عمل